انا مش عارفه ليه قررت احكي دلوقتي. يمكن عشان نفسي افضفض، يمكن عشان التعب اللي جوايا مش لاقي مخرج غير الكلام، يمكن عشان نفسي حد يسمعني، مش بعينه، بقلبه. انا ملك، عندي 16 سنه، وبدايه حكايتي كانت عاديه جدا، زي اي بنت بتحب تضحك وتلبس وتتصور في كل لحظه في حياتها، وبتحلم ان هي تكون مميزه ومشهوره. كنت دايما بسمع الناس تقول انتي جميله قوي ولطيفه، واجمل حاجه فيك عيونك. الكلمة دي كانت بتفرحني جدا. كنت بحب أقف قدام المراية وأتأمل نفسي وأقول يا رب تفضل عيني كده طول عمري. بس عمري ما خطر في بالي إن نفس العيون دي هتبقى مصدر وجعي. كل حاجة بدأت ليلة ما كنت فيها تعبانة. قلبي كان بيدق بسرعة ونفسي بيقطع، إيدي بتترعش. ماما خافت عليا وودتني الطوارئ. الدكتور ساعتها طلب تحاليل وقال لي بعد شوية: ملك، انت عندك نشاط في الغدة الدرقية. أنا كنت في تانية إعدادي ساعتها ومش فاهمة يعني إيه غدة، بس فهمت من كلامهم إن دي حاجة في الجسم بتأثر على حاجات كتير. عدى وقت وبدأت العلاج، بس الغريب إن بعد فترة وشي بدأ يتغير. كنت ببص في المراية كل يوم ألاحظ إن عيني بتزيد في بروز شوية بشوية، ووشي بقى بيرفع. في الأول قلت يمكن ده من التعب عادي، بس الناس بدأت تلاحظ. واحدة قريبتي قالت لي: مالك يا ملك، وشك خاسس وعينيكي باينين قوي كده ليه؟ ضحكت وقلت لها يمكن كبرت بسرعة. بس الحقيقة ان انا كنت بخاف اجاوب او اواجه. كل يوم كنت بشوف انعكاس مختلف في المراية. مش دي ملك اللي انا كنت اعرفها، مش دي انا. في بنت جديدة شكلها غريب شوية. وبدأت الاحظ نظرات الناس في الشارع، في المدرسة، حتى في البيت. اول يوم رجعت فيه المدرسة بعد ما العلاج بدأ يظهر اثره، كنت حاطة نضارة على وشي عشان اخبي عينيا. كنت بقول لنفسي طالما محدش هيشوف يبقى محدش هيتكلم. بس طبعا الدنيا مش بتمشي كده. وانا داخله الفصل سمعت همسه من ورا: هي عينيها عامله كده ليه؟ يا بنتي دي شكلها اتغير قوي. مالك يا ملك، كنتي حلوه زمان. ضحكت كاني مش سامعه، بس قلبي وجعني جدا. وفي الحصه واحده من البنات اللي كنت بحبها جدا اسمها هاجر قالت لي بصوت عالي: ملك، انتي بتبصلنا كده ليه؟ شكلك بقى بيخوف. الضحك ملا الفصل. المدرس سكت والبنات واتنقلت ضحكتهم بينهم وبين بعض. وانا كنت عندي وجع في قلبي مش عارف يخرج. كنت ارجع من المدرسة واقفل على نفسي الباب